عليكم ورحمة الله. إلى رئيس وزراء العراق ومحافظ كربلاء. أنا بالنسبة لي عندي بسطية، جاهل يجي يقول لي قوم عزل، ممنوع. أنت لما تقطع رزقي أو رزق غيري، المثل يقول لك كل مشكلة إلها حل. أقطع رزقي بس شوف لي شو حل ثاني. أنا قاعد إيجار عندي 2 جهل، واحد من عندهم هاي البنية عمرها 5 سنوات، سنة جاي مدرسة، وعندي ولد عمره 8 بصف الثالث. إلى متى تقطعون رزق الناس؟ إلى متى تقطعون رزق الناس؟ ليش؟ كل مشكلة إلها حل. مع الأسف على الدولة جمهورية العراق الإسلامية تقطع رزق الناس. بالنسبة لي أنا أحكي على نفسي، كافي، عيب، مليت. أنا قاعد إيجار وقوة مدبرها، وعندي فقرات انزلاق، الفقرة الرابعة والخامسة. شنو لما تيجي تقطع رزقي أني أو غيري؟ هواي ناس، أكو ناس عندها مخافة الله تمشي عدل، ما تريد الحرام، بس أكو الساقطين والسرسريين. من غض النظر أنا أحكي على نفسي. تيجي وتقطع رزقي أنا وين أروح؟ إذا أبوق راح تلزمني تقولي ليش تبوق، إذا أقتل وأبوق هم ليش تقتل وتبوق. شوف لي حل. كل إنسان شوف له حل، كل مشكلة إلى حل. شنو إلى متى الإنسان يروح يقدي؟ انطيني انت، شو انت رب الأسرة. إذا تقطع رزق على ابنك وين يروح؟ شو يسوي؟ يلا فهمني. هاي الطفلة أنا شو انطيها؟ كل واحد عنده أب، كل أب عنده أطفال أو عنده أحفاد. إذا تقطع رزق ابنك وين يروح؟ كائنا من كان تقطع رزق الواحد وين يروح؟ شو يسوي؟ اكو ناس، وايد ناس تدور الرزق الحلال. مع الأسف على الدولة العراقية جمهورية العراق الإسلامية، مع الأسف على محافظ كربلاء، يجي بالساحة تقطع هذا، الناس كلها تشيل. أنا بسطية عندي بالساحة هذا باب طويريج، هيك أقولها. أفتخر بنفسي أنا أشتغل ومدبر عمري وأحاول أدفع الإيجار، لحد الآن لي صدق هذا المولد ما دافعها. اليوم وبارحة رزق ما عندي، 1000 دينار ما عندي بجيبي. البيت كل شي يريد، بيت بينقص، ما عندي فلوس. انت اعطيني تقطع رزقي، اعطيني فلوس، اعطيني يلا شوف لي حل. اظل هيك شي بدون شغل؟ انا اخو ما اقدر اشتغل، لا تقول لي روح اشتغل. انا بالنسبه لي اشتغل عامل ما اقدر، عندي فقرات الرابعه والخامسه انزلاق. مع الاسف كافي هاي. مع الاسف عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.